أما في اليمن فقد حملت وزارة الداخلية الحراك الانفصالية المسلحة مسؤولية مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين خلال التظاهرات التي شهدتها عدن. وكانت قوات الأمن قد فضت اشتباكا وقع بين مظاهرتين بالعاصمة صنعاء، إحداهما مؤيدة للحزب الحاكم والثانية مؤيدة للمعارضة، ما أسفر عن إصابة العشرات. شوارع العاصمة صنعاء كانت مسرحا للاشتباكات بين المحتجين المطالبين بسقوط النظام والمؤيدين لنظام الرئيس صالح، حيث شهدت المظاهرات تراشقا بالحجارة والهراوات مخلفة وراءها عدد من الجرحى. فالوضع في صنعاء ليس بأحسن حال مما شهدته بعض المحافظات، ومنها محافظتي تعز وعدن من مظاهرات واشتباكات أيضا. للأسف الشديد يعني ما حصل من التصادم بين المتظاهرين المحسوبين على المعارضة وعلى الحزب الحاكم اليوم لا يسر الجميع، ولا أعتقد أن هذا هو التظاهر السلمي الذي كان يفترض والذي كانت بدأت عليه المظاهرات في الأيام الأولى. أعتقد أن على الجميع يعني ليس فقط الحزب الحاكم ولكن أيضا أحزاب المعارضة أن تضبط إيقاع هذه المظاهرات حتى لا تتحول إلى مصادمات وأعمال عنف ستقود البلاد إلى منحدر خطير. هذه التظاهرات تأتي في ظل وجود بعض المبادرات لحل الأزمة، ومنها المبادرة التي أطلقتها اللجنة الوطنية لعلماء اليمن في مؤتمرها الصحفي، والتي أكدت على أهمية إنشاء حكومة وحدة وطنية، الأمر الذي يراه البعض أنه بيان جاء متأخرا عن نبض الشارع. حكومة وحدة وطنية يرتضيها الناس ويطمئن الناس إلى أنها سوف تكون عونا وستسير شؤون البلاد تسيرا صحيحا، وسوف تضمن إقامة انتخابات حرة ونزيهة. واقع هذه التظاهرات والمسيرات يرى بعض المراقبين بأنها تسير باليمن إلى واقع مجهول. ما بين مؤيد للنظام ومعارض له تبقى مسألة العودة إلى طاولة الحوار أمرا لا بد منه لتجنيب اليمن ويلات قد تقوده إلى المجهول. عصام الخليدي، التلفزيون المصري، صنعاء.